وفاة أحمد المسلماني بعد أيام من الاعتداء عليه في رشيد، جريمة تهز الشارع المصري. في حادثة مروعة أثارت غضب الشارع المصري، توفي تاجر الذهب والمجوهرات المعروف أحمد المسلماني بعد أيام من تعرضه لاعتداء وحشي في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة. أحمد كان من الشخصيات المحترمة وذو سمعة طيبة في رشيد ومحافظة الإسكندرية. تفاصيل الواقعة تعود إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 5 يونيو، حين اعترض طريقه شاب يدعى فارس منسي. كان يعمل سابقا لديه، وكان برفقته شخص يدعى سيف، وعلى خلفية خلافات سابقة بسبب واقعة سرقة غامضة، حيث انهال الاثنان على أحمد بالضرب باستخدام آلة حادة، مما تسبب له في إصابات بالغة ونزيف داخلي خطير وسط حالة من الذهول والرعب في الشارع. وتم نقل أحمد إلى مستشفى خاص في الإسكندرية، حيث دخل في غيبوبة تامة داخل العناية المركزة، وظل يصارع الموت لعدة أيام. ورغم جهود الأطباء المكثفة إلا أن حالته الصحية كانت شديدة الخطورة. وتم الإعلان عن وفاته رسميا مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، مما خلف صدمة كبيرة لكل من عرفه أو تابع قضيته. الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وألقت القبض على فارس وسيف، وقد اعترف الاثنان بتنفيذ الجريمة بالكامل، والتحقيقات ما زالت مستمرة. رحم الله أحمد المسلماني وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. ولحد هنا يكون الفيديو انتهى، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.